لو داخل الفيديو عشان تسمع السعر بكرة كام، يبقى الفيديو ده للأسف يا صديقي مش ليك. احنا النهاردة بنقدم مرجع حقيقي للذهب يعتمد عليه لسنين قدام. احنا تقريبا جمعنا كل التعليقات وكل الأسئلة اللي بتدور في كل بيت وكل شارع ومحيرة الصغير والكبير، من أول تشتري ليه أصلا وإزاي تعمل خطة خروج لفلوسك لحد الخناقة الكبيرة والفيدرالي، وصولا لليابان والصين وامريكا، ونزلنا لحد المغترب اللي محتار، وكمان للي معاه دولارات من زمان وخايف، لحد ما وصلنا لاهم سؤال: الرعب على مستقبل العيال بكره وازاي نعدي بيهم لبر الامان. اهلا بيكم في حلقه كيو اند ايه بدون مقدمات طويله، يلا بينا نبدا على طول. بصراحه انت يهمك ايه لو احنا اشترينا او بعنا؟ ايه مصلحتك؟ سؤال محترم وانا بحبه لانه بيطمن الناس جدا. اجابتي بمنتهى الصدق: انا ولا ببيع ولا بشتري ولا ليا مصلحة مع أي حد. أنا دوري هنا بينتهي عند رسم الخريطة، ودورك أنت بيبدأ عند اتخاذ القرار. أنا بوضح لك الصورة كاملة وبشاور لك على المخاطر قبل المكاسب، والقرار في الآخر قرارك، وفلوسك ومحفظتك مسؤوليتك. وعندي قناعة شخصية بحب أوصلها للناس: إن أنت تخسر وعندك خطة وفاهم أكرم بكتير من إن أنت تكسب بضربة حظ. لأن اللي بيكسب بالحظ مرة، السوق بياخد كل حاجة منه 1000 مرة، أما اللي بيكسب بالخطة وبالعلم هو ده اللي بيكمل. احنا دخنا من الاخر بشكل صريح: الذهب طالع ولا نازل، ونشتري ولا لا؟ هجاوبك بكل صراحة، محدش يمتلك الإجابة دي بشكل يقين. ولو أي حد قال لك أكيد طالع أو أكيد نازل، يبقى ده بيبيع لك دجل. لكن في نفس الوقت نقدر إننا نقرأ المعطيات. لو بتسألني على الشهر الجاي، الله أعلم، ممكن يصحح وممكن يريح، وده صحي جدا. لكن لو بتسألني على 2026 2030 وما بعدها، الاتجاه العام صاعد غصبا عن أي حد. ليه بقول كده؟ ده مش تنجيم، ده له أسباب اقتصادية واضحة جدا. رقم واحد: الديون العالمية بتوصل لأرقام فلكية ومحتاجة طباعة فلوس جديدة، يعني تساوي تضخم. اتنين: البنوك المركزية نفسها بتشتري أطنان من الذهب عشان خايفة من الدولار. وهنا قبل ما تدور على نبوءة، دور على منهج للقرار. اتعامل مع الذهب زي الطقس. خبير الطقس بيطلع بيقول لك في احتمالات قوية للأمطار. دورك هنا ان انت تاخد مظلة تحميك من المطرة، يعني تتعلم ان انت تدير مخاطرك المالية، مش ان انت تمنع الأمطار. هو انا لازم احدد انا بشتري الذهب ليه؟ ما كلنا بنشتري عشان نكسب وخلاص. تفرق في ايه؟ تفرق يا صديقي زي السماء والارض. دي الغلطه اللي بتخسر 90% من الناس، لان نفس سبيكه الذهب ممكن تكون صح لواحد وغلط لواحد تاني. وعشان نبسطها لازم تحدد انت انهي واحد في الثلاث اصناف اللي جايين. رقم واحد: المدخر. ده بيقول بشكل صريح: أنا عايز أحافظ على قيمة فلوسي ل5 أو 10 سنين جايين، ده السعر اليومي ما يفرقش معاه خالص. رقم اتنين: المتحوط. ده بيقول أنا خايف من التوترات وأي تعويمات ممكن تحصل، فبيشتري عشان ينام وهو مطمن. رقم ثلاثة: المضارب. ده اللي عايز يشتري الصبح ويبيع بالليل. ده محتاج العلم ومحتاج الوقت ومحتاج معدة بتهضم المسامير، لانه معرض ان هو يخسر في اي لحظه. مشاكل الناس بتبدا بجد لما المضارب يلبس عبايه المدخر، او واحد يشتري تحوط وهو محتاج الفلوس كمان اسبوع او شهر. لازم قبل ما تبدا وتدفع اي جنيه تكتب هدفك في ورقه بكل وضوح ما بينك وما بين نفسك. ليه دايما بتقول الذهب مخزن قيمه ومش بتقول عليه استثمار زي العقار والشهادات؟ وايه الفرق؟ بكل بساطه: لان الذهب بطاريه مش مصنع. يعني ايه؟ الذهب بيخزن مجهودك وتعبك بتاع النهارده عشان تلاقيه بنفس قوته كمان 10 سنين، وهي دي وظيفته، حفظ الطاقه الشرائيه. لكنه في نفس الوقت مش مشروع بيديك انتاج، ولا شهاده بتديك عائد شهري ثابت، ولا عماره بتجيب لك ايجار. هو اصل بلا مخاطر ائتمان، يعني مش شركه ممكن تفلس. وميزته ان هو عنده سيوله عالميه. فلو بتشتري عشان تبقى غني بسرعه، الذهب مش مكانك. الذهب وظيفته حمايه الغني، مش ان هو يصنع غني. بمعنى تاني، هو حارس المرمى مش المهاجم. هل الذهب بيحافظ على القوة الشرائية دايما، ولا ممكن يغزلني ويخسرني سنين من عمري؟ الإجابة الصادمة يا صديقي: أيوة، الذهب ممكن يغزلك في فترات معينة، ودي نقطة لازم تتقال للأمانة. التاريخ ما بيكذبش. يناير 1980 الذهب وصل لقمة تاريخية $850، بعدها دخل في موجة هبوط استمرت سنين. وكمان عندنا قمة 2011 لما الذهب طلع لمستويات قياسية $1920، وحصل هبوط شديد واتحبس 9 سنين لحد ما وصلنا ل 2020 عشان السعر يرجع تاني عالي. لو واحد من الناس اشترى في القمم دي، كنت هتقعد سنين تعاني عشان ترجع فلوسك. لكن بشكل عام على المدى الطويل جدا هو الأقدر على حفظ القيمة. الدرس المستفاد: الذهب بيعمل صداع على المدى القريب، لكنه الحل على المدى الطويل. عشان كده دايما بننصح وبنقول اشتريه كجزء من الخطة، ويكون عندك نفس طويل وما تلعبش بيه ان هو مكسب في المدى القريب. معايا فلوس، احط قد ايه منها في الذهب؟ هل النص ولا الكل ولا نسبة بسيطة؟ مفيش رقم مقدس، بس في قاعدة مهمة: ان انت تنام مرتاح. لكن في المتوسط ومع التذبذبات اللي بتحصل في السوق، ممكن نقول من 20 ل 30%. المعيار ده
مناسب. بس في نفس الوقت المعيار الحقيقي بالنسبة لك انت عندك فلوس للطوارئ، يعني كاش لو حصل لك اي ظرف ولا لا. رقم 2 مسدد كل ديونك الكبيرة، بعدها تقدر تقرر. بس الخط الاحمر بالنسبة لك ان انت تحط 100% من كل فلوسك في الذهب. هقولها تاني، الذهب هو حارس مرمى، وما ينفعش نلعب الماتش كله ب 11 حارس مرمى. انت لسه عايش في الماضي، الدولار خلاص بيودع وامريكا بتنهار فعليا. ليه لسه مصر تربط سيد العملات اللي هو الذهب بحتة ورق بتموت؟ فك الارتباط ده بقى. بص يا صديقي، هو كلامك حلو وشعارات جميلة جدا، بس تعالى احسبها معاك بالعقل. انت بتقول ان الدولار مات او على وشك الموت وهيبقى عبارة عن ورقة ملهاش اي قيمة. طب انت مش شايف ان ده قمة التناقض؟ اننا نقول الدولار ملوش قيمة، واول ما الذهب بيرفع بالدولار بنفرح ونهلل. وازاي بنشتمه وفي نفس الوقت انت بتقيس ثروتك بيه؟ وده اسمه الانفصام الاقتصادي. الحقيقه والواقع يا صديقي اننا لسه عايمين وعايشين في بحر الدولار، شئنا ام ابينا. ولما بتشوف الشاشه خضراء والذهب بيطير سعره في السماء، الحقيقه ان الذهب ما زادش، ده الدولار اللي هو المسطره هي اللي كشت شويه. فبلاش نضحك على نفسنا. انت بتشتري الذهب عشان لما الدولار يغرق بجد يكون معاك قارب، لكن لحد ما يغرق هو لسه المسطره اللي بنقيس بيها ثروتنا. ايه اللي بيحرك سعر الذهب عالميا بجد؟ سيبك من الاخبار، انا عايز اعرف الموتور شغال ازاي. بص يا صديقي، الذهب مش بيصحى الصبح يقرر ان هو يطلع او ينزل بمزاجه. في نموذج علمي اسمه جيرام بيحدد المحركات، بس احنا هنبسطها في 3 عدادات. لو راقبتهم هتبقى فاهم كويس. رقم 1 الفائدة، ودي العدو. العلاقة عكسية، الفايدة تزيد في أمريكا الذهب ينزل، لأن الناس ببساطة بتجري ورا العائد المضمون في البنوك. 2 الدولار وهو المسطرة، العلاقة غالبا عكسية، الدولار يقوى الذهب يرخص والعكس. رقم 3 الخوف، وهو ده البنزين. عندك بقى حروب، عندك أوبئة، عندك قلق بنوك، عندك تصريحات سياسية، هو ده الوقود اللي بيطير الذهب. كل ما تسمع خبر اسأل نفسك ده بيزود الخوف ولا بيرفع الفايدة، ساعتها هتعرف اتجاهات السعر رايحة فين. السؤال ده تقيل بس هنجاوبه إن شاء الله. احنا هنفهم أكتر من الصين. الصين بتكنس ذهب العالم كله بالطن عشان عارفة ان الدولار خلاص بيشطب وهيبقى ورق حيطة، وانت جاي تقول لنا نتعلم وكلام كتير عن التأني. طيب بص يا صديقي، ما تيجي نفكر مع بعض بالعقل. مش الصين هي اكبر دائن لامريكا؟ يعني ليها عند امريكا كام تريليون دولار ديون؟ لو الدولار بكره الصبح وقع وبقى ورق حيطة زي ما انت بتقول، اول واحد هيتخرب بيته هو الصين، لان فلوسها هتتضخ. وهنا لازم ناخد بالنا ان الصين مش بتشتري ذهب عشان توقع الدولار، الصين بتشتري ذهب تأمين، عشان لو امريكا فكرت تستخدم الدولارات اللي عندها كسلاح ضد الصين وتجمد فلوسها زي ما حصل مع روسيا، ساعتها الصين تلاقي معاها ذهب تتسند عليه. فاللي بيحصل دلوقتي هو مش رهان على سقوط الدولار، دي حرب تكسير عظام وتأمين ضد الغدر من أمريكا. لازم نفهم اللعبة الكبيرة. ايه حكاية خطة اليابان اللي هتخسف بسعر الذهب؟ كل شوية نسمع الحقوا اليابان، فهمنا الموضوع ببساطة. طب خلينا في الأول نبدأ إن احنا نشيل كلمة خطة ونحط بدلها كلمة ميكانيكا. الموضوع بكل بساطة إن العالم كان بيستلف من اليابان بفايدة صفر ويجري يشتري ذهب وأسهم أمريكية، ودي عملية اسمها كاري تريد. لما اليابان قررت إن هي ترفع الفايدة، المستثمرين اتزنقوا، بقوا مضطرين إن هم يبيعوا الذهب والأسهم بسرعة عشان يسددوا ديونهم لليابان. ضغط البيع ده بيوقع السعر لحظيا. فهل ده يعتبر انهيار؟ لا، دي دورة اقتصادية، والشاطر هنا هو اللي بيشوف الهبوط اللي سببه أحداث ميكانيكية زي دي إن هي فرصة للشراء، ومجرد تخفيضات مش نهاية العالم. بنسمع كل شوية الفيدرالي الأمريكي اجتمع، الفيدرالي يقرر والسوق يتقلب بعدها. إيه علاقة بنك في أمريكا بذهب العالم وليه هو المتحكم فينا كده؟ طيب خليني أقول لك في الأول إن الفيدرالي ده مش مجرد بنك، ده البنك المركزي للعالم كله، واللي بيتحكم في حنفية الفلوس للكوكب كله. ليه بقول كده؟ لأن الذهب والبترول وتجارة العالم كلها متسعرة بالدولار، فلما الفيدرالي بيعطس هناك العالم كله بيجيله برد. الفيدرالي في ايده ريموت كنترول اسمه سعر الفايدة، وبيدير بيه علاقة عداوة صريحة مع الذهب، بمعنى ان هو لو رفع الفايدة بيشغل مغناطيس البنوك، الناس بتسيب الذهب وتجري تحط فلوسها في الدولار عشان يكسبوا فايدة مضمونة. فهنا الدولار يبقى قوي والذهب بيتخنق، والعكس صحيح. لو نزل الفايدة المغناطيس بيقف، والناس بتقول لك أخلي فلوسي ورق ليه، فساعتها بتهرب للذهب عشان يحافظ على القيمة، فالدولار يرخص والذهب يطلع. فاحنا هنا بنتابعه مش حبا في أمريكا، احنا بنتابعه عشان نعرف هل المغناطيس قوي وهيشد الفلوس من الذهب، ولا ضعيف والذهب هيبعد عنه. دي كل الحكاية. اشتري دلوقتي ولا استنى التصحيح؟ كل ما اقرر اشتري خايف ينزل بكره والبس في الحيط. امتى ادخل؟ سؤال من قلب الشارع بصراحه. القاعدة الذهبية في وول ستريت بتقول لنا محاولة اصطياد القاع هي محاولة خسرانة، ومحدش يقدر يعرف أقل سعر فين بالظبط، حتى أكبر البنوك في العالم. لو فضلت مستني القاع بنسبة 100% هتعيش وتموت بره السوق. الحل السحري للمدخر
هو استراتيجية المتوسطات. يعني ايه الكلام ده؟ لو واحد معاه 500,000 جنيه، اياك ان انت تشتري بيهم مرة واحدة، قسمهم على 4 دفعات. هنفترض ان انت اشتريت بجزء والسعر نزل، هتشتري تاني لحد ما تحسن متوسط ال4 دفعات اللي انت اشتريت بيهم. طب الحالة التانية ان انت اشتريت والسعر طلع، انت كده كسبان من اول لحظة وحطيت رجلك في السوق، هتكمل تشتري على 4 دفعات برضه عشان تخلي المتوسط العام بتاعك كويس. والمدخر دايما بيكسب بالنفس الطويل والتقسيم مش بالتنجيم. ازاي اعمل خطة خروج؟ يعني هبيع امتى وبأي منطق ولا اسيبه للزمن؟ سؤال بصراحة يعني في قمة الرقي والروعة. الدخول سهل لكن الخروج هو الفن، واللي ما عندهوش خطة خروج السعر بيمسكه من رقبته. وخطة خروجك بتتكتب قبل ما تشتري، حسب انت مين في الأصناف اللي احنا هنقولهم دلوقتي. رقم 1، لو انت مدخر، إشارة الخروج بتاعتك هي الهدف. يعني لما تحتاج الفلوس دي عشان تشتري أصل أكبر زي شقة، حتة أرض، جواز، علاج، هنا بتبيع بسعر اليوم وانت راضي ومبسوط، لأن الذهب ساعتها أدى وظيفته وحفظ لك القيمة. نمرة 2، لو انت مضارب، إشارة الخروج هي الأرقام. لما السعر يوصل للرقم اللي انت حطيته قبل ما تدخل بتبيع وتطلع على طول، حتى لو السعر كمل بعدها. القناعة هي كنز المضارب. نمرة 3، لو انت متحوط، الإشارة بتاعتك بتبيع أول ما الخطر يزول. ولو انت مش عارف هتبيع امتى، يبقى انت اشتريت عشان الإحساس مش عشان الخطة. يعني ايه قمة هستيرية وازاي اعرف ان السعر مسعور وممكن يلسعني لو اشتريت؟ خلينا نبسطها مع بعض. القمة الهستيرية مش رقم، ده بيكون سلوك وله علامات واضحة زي الشمس. لو شفت أي حاجة منهم اهرب. لما تلاقي الذهب هو حديث الصباح والمساء في كل حتة في المواصلات وكله بيتكلم، وحتى الناس اللي عمرها ما تابعت اقتصاد ولا اشترت ذهب فجأة بقت خبراء وبتنصحك تشتري. 2، لما السعر يطلع بشكل عمودي زي الصاروخ ومن غير أي هبوط أو تصحيح. نمرة 3، لما التاجر يوسع الفجوة ما بين البيع والشراء. في الوقت ده السوق بيكون سخن ومولع. المحترف هنا يا إما بيبيع أو بيقف يتفرج، وغالبا المبتدئ هو اللي بيجري يشتري ويشيل الشيلة. لما تلاقي الكل بيجري أقف مكانك. أنا اشتريت غالي والسعر نزل بيا، أبيع بخسارة وأوقف النزيف ولا أعمل إيه؟ أنا أعصابي باظت. نصيحتي المباشرة ليك إياك تعمل كده. دي بقى اسمها الخسارة المحققة. طول ما أنت ماسك السبيكة في إيدك أنت ما خسرتش ولا مليم، حتى لو السعر نزل على الشاشة 10 و20%. أنت لسه معاك نفس وزن الذهب. وهنا لازم تعرف إن الذهب استثمار دائري، يعني بينزل يجمع عزم ويرجع يكسر القمة بتاعته من تاني. الكلام ده ممكن يحصل إمتى؟ ممكن يحصل بعد شهر، بعد سنة، بعد 5. فهنا البيع بخسارة في الذهب هو عقاب انت بتديه لنفسك على سوء توقيت الشراء. الحل الواضح ان انت تصبر وانساه في الدرج وهو هيصالحك مع الوقت. والذهب دايما بيكافئ الصبور وبيعاقب المتسرع. واحد صاحبي اشترى عكس تحليلك وكسب، مش ده معناه ان الموضوع حظ ومغامرة مش علم. ده من الكومنتات بتاعت الفيديو الاخير. ماشي، طيب بص يا صديقي، هو الموضوع مش حرب او ان انا قلت حاجه وحصلت او ما حصلتش. خلينا اتخيل معاك مثال صغير. واحد عدى طريق سريع وهو مغمض عينه وربنا سترها معاه سليم وعدى الناحيه التانيه. هل ده معناه ان هو ذكي ولا معناها ان هو محظوظ؟ هل ينفع بقى هنا ان احنا نعمم ونقول ان التغميض طريقه امنه لعبور الطريق؟ طبعا لا. وفي الفلوس في قاعده مهمه، الربح السيء اخطر بكتير من الخساره، لانه بيعلمك عاده غلط هتدفع ثمنها غالي قدام. ودايما احنا بنقيم القرار بهل الخطه كانت منطقيه، هل كانت المخاطره محسوبه. لو الاجابه ايوه وانت خسرت مؤقتا، انت صح وشغال باسلوب ينجحك على المدى الطويل. ولو الاجابه لا وكسبت، انت بتبني كارثه لقدام. حطيت تحويشة عمري في ذهب ومش عارف انام من القلق، كل ما ينزل جنيه قلبي بيقع، اعمل ايه؟ خد القاعدة دي دستور لحياتك. اي اصل مالي بيسرق نومك يبقى حجمه عندك غلط. والعلاج مش تحليل فني، العلاج تنظيم مالي. رقم 1، اعمل حزام امان كاش للطوارئ بعيد عن الذهب. نمرة 2، خفف الحمل، بيع جزء من الذهب ده سواء الربع او النص لحد ما ترجع تنام مستريح. الذهب اتعمل عشان راحة البال مش عشان يكون محرقة للاعصاب. لو انت قلقان او مش بتنام يبقى انت اشتريت بفلوس انت محتاجها قريب او اشتريت اكتر من طاقتك. انا موظف ومعايا 15,000 جنيه بس، اعمل بيهم ايه؟ هل ينفعوا في ذهب ولا اخليهم؟ حب الناس المكافحة اللي بتسأل الأسئلة الحلوة دي. القاعدة الأولى، اوعى تستصغر الفلوس ال 5000 جنيه او ال 10000 جنيه، لانك لو فضلت محوشهم كاش التضخم هياكلهم. الذهب معدن ديمقراطي،
بيقبل اللي معاه مليون وبيقبل اللي معاه 1000 جنيه. تقدر تشتري ربع جرام أو نص جرام حسب السعر، بس بشرط واحد: لو ال 5000 جنيه دول هم كل ما تملك للطوارئ خليهم كاش زي ما هم، لأن الطوارئ ما بتستأذنش. والذهب لو بعته بسرعة في وقت زنقة ممكن ساعتها السعر يكون مريح وتخسر فيه. أما الحالة التانية، لو الفلوس دي أصلا زيادة عن احتياجك، انزل فورا حولهم لذهب. الجرام اللي بتشتريه النهاردة هو الطوبة اللي هتبني بيها جدار أمانك بكرة. ايه الفرق بين ذهب الاستثمار وذهب الزينة، وامتى الغوايش تبقى قرار غلط حتى لو شكلها حلو؟ في حكمة مصرية قديمة بتقول لنا الذهب زينة وخزينة. للأسف دي نص الحقيقة. ذهب الزينة اللي هو المشغولات، انت بتشتري ذهب زائد فن زائد تشكيل، وهنا انت بتدفع مصنعية عالية جدا، ولما تيجي تبيع بتخسر كل اللي انت دفعته في المصنعية. يعني في الحالة دي انت بتبدأ استثمارك بخسارة، لازم السعر ساعتها على الشاشة وانت بتبيع يكون معوض الخسارة دي. اما ذهب الاستثمار اللي هو السبائك والجنيهات، بتكون مصنعيته قليلة جدا وفي كمان جزء كاش باك، فالمعادلة هنا بسيطة جدا. لو انت بتشتري للمدام عشان تفرح وتتزين، هات مشغولات ذهبية واعتبر المصنعية تمن الهدية والانبساط. لكن لو انت بتشتري عشان تحوش وتكسب، انسى المشغولات الذهبية خالص وخليك الناحية التانية في السبائك والجنيهات. اجيب سبيكة واحدة 100 جرام اوفر في المصنعية ولا اقسمهم سبايك صغيرة؟ خليني اقول لك ان السبيكة الكبيرة اوفر في المصنعية، بس الصغيرة اذكى منها. انا بحب اشبهها كده: السبيكة الكبيرة زي الورقة ام 200، بس لو عايز تركب ميكروباص هتحتاس في الفك. السبائك الصغيرة هي الفك. لو انت معاك سبيكة 100 جرام واحتجت لك 20 30 الف جنيه لظرف طارئ، هتضطر ان انت تبيع السبيكة كلها وتكسر استثمارك. لكن لو معاك كذا سبيكة، 50 على 20 على كام سبيكة، 10 في 5 جرام، هتبيع واحدة بس على حسب احتياجك وتحافظ على الباقي سليم. ساعتها ادفع مصنعية زيادة شوية صغيرين واشتري بيهم مرونة قرارك بعد كده. يعني ايه سبريد، وليه بتقول انه اهم حاجة لازم اسأل عليها قبل ما ادفع؟ في الاول، معنى كلمة سبريد هي الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء في نفس اللحظة، وده حرفيا هو تذكرة الدخول والخروج. تمرين عملي تعمله وانت عند الصايغ. قبل ما تشتري اسأل التاجر: لو اشتريتها منك دلوقتي ب1000 جنيه ورجعت لك كمان ساعة هتاخدها مني بكام؟ لو قال لك هاخدها ب 980 يبقى هنا السبريد معقول. لو قال لك هاخدها ب 900 جنيه يبقى انت خسران 10% من قبل ما تخرج من المحل. والسبريد هو السبب ان في ناس كتير بتقول لك الذهب ما بيكسبش. هو كسبك بس اتاكل في مصنعية الدخول والخروج. ليه الذهب في بعض الدول اغلى من السعر العالمي، وازاي احسب دولار الصاغة عشان ما يتنصبش عليا، او على الاقل اكون فاهم؟ ببساطة، تاجر الذهب بيبيع لك تحوط، يعني بيحط سعر مستقبلي للدولار أعلى من الموجود في البنك عشان يأمن نفسه لما يجي يشتري بضاعة جديدة. إزاي تحسبه؟ بكل بساطة: اقسم سعر جرام ال 24 في بلدك على سعر الأوقية مقسوم على وزنها اللي هو 31 واحد من 10. الناتج اللي هيطلع هو دولار الصاغة اللي التاجر بيحاسبك بيه. لو لقيت الرقم ده مبالغ فيه، يعني أعلى من السوق الحقيقي بكتير، يبقى لازم توقف عملية الشراء، لأن هنا ساعتها السوق فيه تلاعب كبير وفيه مضاربة. انا فتحت غلاف السبيكه عشان اتاكد منها، التاجر قال لي انت خسرت الكاش باك. هل ده بجد؟ للاسف هو كلامه صح تجاريا. الغلاف البلاستر ده مش مجرد ديكور، دي شهاده ضمان بتسهل عمليه اعاده البيع. الشركات الكبيره والمعروفه بتديك ميزه ان انت تسترد جزء من المصنعيه كاش باك، بشرط ان انت تكون محافظ على الغلاف سليم. لو فتحته السبيكه بتاعتك لسه ذهب وسعرها ذهب، بس التاجر ساعتها مش هيرجع لك المصنعيه، وهيتعامل معاها ان هي ذهب قديم او محتاجه اعاده فحص تاني لو شك في حاجه. نصيحه: مادام شاري ماركه معروفه ومن تاجر معروف، سيبها في علبتها وما تخليش الفضول يخسرك. ازاي اتاكد ان السبيكه سليمه ومش محشيه حديد من غير ما اكون خبير؟ انا مرعوب. دي بقى الاسئله اللي بملايين بجد. طيب بص يا صديقي، من غير ما تبقى كيميائي ومن غير ما تقعد تعمل تجارب في البيت، الأمان في طبقات الحماية. رقم واحد: المصدر. اشتري من وكيل معتمد أو جواهرجي قديم له عنوان ثابت وسمعة معروف. ابعد عن الأونلاين المجهول تماما. نمرة 2: الفاتورة. لازم يكون مكتوب فيها السيريال نمبر بتاع السبيكة ومختومة ضريبيا، ده حقك القانوني. نمرة 3: الوزن. لازم تشوف بعينك وهي بتتوزن بالميزان الحساس، وقارن الوزن المكتوب باللي انت شايفه قدامك. رقم 4: الفحص، وده ليفل التنين. لو واحد بقى بيشتري بكام مليون او كمية ضخمة وقلقان، في معامل رسمية دلوقتي تابعة لمصلحة الدمغة بتفحص بأشعة الإكس راي وبتديك شهادة ان الذهب اللي هي فحصته سليم. لو عملت كل الخطوات دي انت في امان بنسبة 100% بإذن الله. الذهب بقى غالي نار، هل الفضة بديل أرخص وهيكسبني زيه؟ إياك ثم إياك إن أنت تتعامل مع الفضة إنها نسخة أرخص من الذهب. الفضة معدن مختلف تماما. المميزات إن الفضة الحصان الأسود، وأحيانا كتير بتعمل قفزات جنونية كنسبة مئوية أعلى من الذهب. العيوب القاتلة: التذبذب،
الفضة عنيفة جدا وممكن تمرضك. نمرة 2 الحجم، عشان تحوش مبلغ محترم محتاج شوية الفضة وتخزينها صعب جدا. نمرة 3 المصنعية والفرق ما بين البيع والشراء واسع جدا ومصنعيتها عالية جدا مقارنة بسعرها. خلاصة في رأيي الفضة تنفع للمضاربة أو تنويع في المحفظة بتاعتك، لكن كادخار بسيط وأمان الذهب يكسب بالضربة القاضية. أنا معايا دولارات كنت شايلاها للزمن، بس خايفة من الكلام اللي بيتقال إن الدولار ينهار عالميا. هل الصح إن أفك الدولارات دي واشتري بيها دهب دلوقتي ولا خليني زي ما أنا؟ من أحلى التعليقات اللي اتكتبت على فيديو الدهب الأولاني بصراحة. عشان نجاوب صح على السؤال ده لازم إن احنا نفرق بشكل واضح ما بين السيولة والادخار. الدولار هو ملك السيولة، لو محتاج فلوسك كمان شهر أو سنة خليك في الدولار لأنه أسهل وأسرع في الحركة. أما الذهب هو الملك بتاع حفظ القيمة، لو الفلوس دي مركونة ل3 5 سنين قدام ساعتها الذهب يكسب بالضربة القاضية. ليه بنقول كده؟ لأن في الأول وفي الآخر الدولار عملة ورقية بتعاني من تضخم وبينزل من قيمتها سنويا من 2 ل 3%، يعني الورقة سليمة وزي الفل بس قوتها الشرائية بتقل. أما الذهب هو العملة الوحيدة اللي ما بيحصلهاش تضخم. بس هنا لازم ناخد بالنا من فخ التبديل. لو قررنا نحول من الدولار للذهب لازم نحسبها صح الأول، لأنك هتخسر فرق بيع وأنت بتبيع الدولار، وهتخسر مصنعية وفرق شراء وانت بتشتري الذهب. فلو انت مش ناويه تحتفظي بالذهب سنين طويله هتعرضي نفسك لخساره، وساعتها تخليكي في دولارات. النصيحه الذهبيه هنا ايه؟ ما تحطيش البيت كله في سله واحده. لو معاكي مبلغ محترم هنخلي جزء للطوارئ والسيوله والجزء التاني للذهب وتامين المستقبل على المدى البعيد. كده احنا مسكنا العصايه من النص. تطبيقات الذهب والتقسيط انتشرت جدا. هل دي شطاره واستثمار ذكي ولا فخ ديون؟ السؤال ده فيه شقين، شق مالي وشق شرعي. بالنسبة للشق المالي التقسيط هنا بيحط عليك رافعة مالية خطيرة، يعني بيغريك ان انت تشتري ذهب بفلوس مش معاك، ولو حصل اي ظرف ليك بتتحول من مدخر لإنسان مديون، والذهب بطبيعته أصل متقلب. فهنا بقى فكرة تقسيط أصل سعره متذبذب دي مخاطرة مزدوجة. قاعدة الأمان هنا اشتري وادخر بفلوسك انت اللي معاك مش على ذمتك أو على النوت. الشق الثاني بقى اللي هو الشرعي، بدون ما أكون بفتي فتوى مني تاخدها أو تعتمد عليها، الذهب ليه ضوابط صارمة. أول حاجة التقابض يدا بيد، يعني أدفع الفلوس بالإيد التانية أخد الذهب بتاعي. فهنا المعايير الشرعية بتشترط انتقال الملكية فورا. طب في حالة السؤال بتاعك لو أنت قدام تطبيق لازم ترجع لجهة شرعية وتكون سألت عن التفاصيل في التطبيق ده ورايح لهم بيها. هل في قبض حقيقي للذهب ولا دي مجرد أرقام على الشاشة وأنا ما بمتلكش الذهب ده في الحقيقة والجهة دي تفتيك هي بقى؟ سؤال في الجون، هل ذهب الادخار عليه زكاة؟ ولو عليه ادفعها منين وانا ما معيش سيولة؟ هنا بقى فتوى جمهور العلماء بتقول لنا الذهب بتاع الادخار والاستثمار زي السبايك والجنيهات عليه زكاة لو بلغ النصاب 85 جرام عيار 21 ومر عليهم سنة هجرية كاملة. القيمة هنا أو نسبة الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%. تدفع منين؟ الافضل ليك ان انت تدفع من سيوله خارجيه عشان تحافظ على وزن الذهب. طب لو انت ما معكش سيوله خالص ساعتها بيع جزء صغير من الذهب قيمه الزكاه وطلعه، لان دي طهاره للمال وبركه للي باقي من الذهب. اخبي الذهب فين؟ البيت بصراحه عندي خطر وممكن اتعرض للسرقه، والبنك بيحتاج مني اجراءات ومصاريف، اتصرف ازاي؟ القاعدة الأمنية الأولى السرية التامة، محدش يعرف معاك قد إيه ولا مخبيه فين. يا جماعة إحنا مشكلتنا في لساننا وبنحب نتكلم كتير، فلازم ناخد بالنا. لو اللي بيسأل ده عنده كميات صغيرة كمثال ممكن تشتري خزنة وتثبتها في جدار، وأرجوك ابعد عن الدولاب وعن المطبخ لأن دولت مهروسين. حطهم في أي مكان غير متوقع. نمرة 2 الكميات الكبيرة، واحد بيكلمني بقى في ملايين وعنده ثروة كبيرة، ساعتها البنك هو الحل. هتأجر خزنة في أي بنك هتكلفك مبلغ سنوي صغير قصاد راحة بالك وشقة عمرك والأمان بتاعك. ما تستخسرش شوية مصاريف صغيرة قدام الأمان بتاعك. أنا نازل مصر أجازة، إيه كمية الذهب المسموح بيها عشان ما يتصدرش مني؟ وهل في رقم ثابت؟ هنا لازم نكون دقيقين جدا. القانون ما فيهوش رقم جرام ثابت، لكن في هنا معيار اسمه الاستعمال الشخصي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو المدام لابسه شبكتها او انت جايب لها شويه ذهب ده بيعدي عادي جدا لانه زينه شخصيه. الخطر بيبدا منين؟ لما تكون معاك كميه مشغولات ذهب كتير ومخبيها بقى في كل شنطه شويه، هنا شكلها بيوحي بالتجاره. او معاك سبائك ذهب كتير بكراتينها وبرضه موزعها في الشنط، شكلها هنا باين ان هي تهرب. نصيحتي ليك خليك في نطاق الهدايا الشخصيه او الزينه
اللي المدام لابساه. لو واحد بقى معاه كميه كبيره، جايب ربع كيلو دهب، جايب نص كيلو دهب، الاكرم ليك واللي انا بنصح بيه ان انت تفصح بنفسك عنها وتدفع ساعتها ضريبه القيمه المضافه، وبتكون على المصنعيه بس، وغالبا الاجمالي بيكون رقم بسيط. وساعتها تدخل انت بنفسك من الباب الكبير بدل ما تدخل نفسك في سين وجيم، وممكن الدهب ده يتصادر وتحتاج اجراءات كتير عشان تعرف تسترده. انا شغال بره مصر، اشتري من الدولة اللي انا فيها بالريال او الدولار، ولا احول الفلوس واشتري من مصر؟ بالورقة والقلم ان انت تشتري من بره احيانا بتكون صفقة ربحانة وكسبانة بنسبة 60-70%. ايه الاسباب؟ المصنعية بره وخصوصا في السبائك بتكون تنافسية جدا وارقام لا تذكر. اتنين، السعر، انت بتشتري بالسعر العالمي المباشر، مفيش دولار تحوطي مبالغ فيه. ثلاثة، بالنسبة للبيع، لما تنزل البلد بتاعتك بالسبيكة دي تقدر تبيعها عادي في أي محل صاغة بالسعر الرسمي اللي موجود على الشاشة. يعني في بعض الأحيان ممكن تكون استفدت من ان انت اشتريت بالسعر العالمي على طول بدون اي تحوط، بس اهم حاجة او الشرط الوحيد ان الكمية اللي انت نازل بيها يكون مسموح بيها وداخلة تحت بند الاستخدام الشخصي. السؤال تقيل قوي. انا اشتريت سبيكتين وكسبت وانا قاعد حاطط رجل على رجل، مش الذهب احسن من وجع قلب المشاريع والشغل؟ بجد سؤال كارثي، واللي كتبه يعني في مشكلة كبيرة قوي عنده. يا شباب، ده تقريبا من أخطر الأسئلة اللي انطرحت في الحلقة. الذهب وظيفته إن هو حارس للفلوس مش صانع للفلوس. الذهب زي حارس المرمى، وظيفته إن هو يمنع إن في جوان تيجي فينا، لكن عمره ما هيجيب جوان أو يكسبك الماتش. مين هو المهاجم؟ هو اللي بيجيب جوان، اللي هو شغلك أو مشروعك أو المهارات اللي عندك. لو اعتمدت إن أنت تعيش من زيادات سعر الذهب هيجي عليك وقت وهتضطر إن أنت تبيع منه كل شهر عشان تاكل، يعني بتاكل من لحمك الحي. خلي الذهب وظيفته إن هو يسند ظهرك ويحمي مدخراتك، بس اوعى تخليه هو شغلتك وهدفك الوحيد في الحياة. الشهادة بتجيب لي عائد شهري مضمون يصرف عليا، ليه أوجع دماغي بالذهب اللي ما بيطلعش ولا مليه؟ المقارنة هنا بين الدخل والقيمة. الشهادة بتديك مصروف شهري مريح، بس عيبها القاتل إن التضخم بياكل أصل المبلغ. ال100,000 بعد ال3 سنين مثلا هيرجعوا لك كرقم 100,000، بس قوتهم الشرائية قلت شوية. الذهب بقى الناحية التانية ما بيأكلكش عيش النهاردة، يعني ما فيش منه عائد شهري، بس بعد ال3 سنين هو لسه حافظ قيمة ال100,000 جنيه اللي انت اشتريت بيهم ده زي ما هم، ويمكن يزودهم لك. الحل الذكي هنا التوزيع. حط جزء في شهادات ان هو يغطي مصاريفك الشهرية، والباقي في ذهب عشان يحافظ على قيمة الثروة من التآكل. الذهب ولا العقار، مين فيهم الملك ومخزن القيمة الحقيقي؟ العقار هو الابن البار، والذهب هو الابن المنقذ. العقار بيكسب بالضربة القاضية لأنه بيعمل حاجتين: سعره بيزيد وفي إيجار شهري، لكن عيبه إن هو تقيل، يعني تسييله صعب ومصاريفه كتير. الذهب ميزته السيولة الفورية، في ثانية تقدر تحول الذهب اللي معاك لكاش لو حصل لك أي ظرف طارئ. القاعدة هنا بتقول إيه؟ لو معاك ملايين وتقدر إن أنت تستغني عنها سنين ومحتاج استثمار طويل، العقار يكسب. لكن لو معاك مبلغ متوسط أو ممكن تحتاج الفلوس دي قريب لأي ظرف طارئ، الذهب ساعتها هو اللي يكسب. صناديق الاستثمار او ETF في البورصه اسهل بكتير، ايه رايك فيها وهل هي ذهب بجد؟ ان لازم نفرق ما بين نوعين: الذهب المادي اللي هو السبيكه اللي انت بتشتريها وبتحطها تحت المخده، ده ملكك بنسبه 100% ومحدش يقدر ياخدها منك. على الناحيه التانية بقى الذهب الديجيتال، ده زي سهم بيقول ان انت ليك جرام ذهب في خزنه شركه ما في دوله ما. الميزه هنا سهوله رهيبه في البيع والشراء ومصاريف قليله، ضغطة زرار تقدر تبيع أو تشتري، وده ممتاز جدا للمضاربة. بس العيب القاتل إن أنت هنا بتمتلك وعد بالذهب، لو الشركة فلست أو حصلت أي مصيبة عالمية أنت معاك شاشة بتقول إن أنت ليك فلوس، ما معكش حتة ذهب في إيدك تعرف تتصرف فيها. فلو عايز تتاجر وبتحب تغامر، الذهب الرقمي موجود عندك. عايز تأمن نفسك وبتحافظ على قيمة فلوسك للمستقبل، خليك في الذهب المادي اللي تاخده بإيدك وتعينه بإيدك. البيتكوين بيعمل أرقام خيالية، هل الذهب راحت عليه وبقى موضة قديمة؟ الذهب هو الجد العائد والبيتكوين هو الحفيد المتهور. الكريبتو ممكن يعمل لك ثروة كبيرة في شهر وممكن تضيع منك في يوم. دي تكنولوجيا المستقبل ومخاطرتها عالية جدا. الذهب بقاله 5000 سنة شاف ممالك بتنهار وملوك راحت وملوك جد وعملات بتختفي وعملات بتظهر، وفضل هو الملك. نصيحتي الشخصية ليك، خلي أساس استثمارك هو الذهب الحقيقي، ولو بتحب تغامر وعايز تجرب ممكن تخصص 5% للكريبتو، بس بلاش تغامر بكل شقة عمرك وتاريخك وفلوسك على تكنولوجيا لسه بتتشكل. أنا عمري 40 سنة ومعايا أولاد وبنات وشايف الأسعار بتولع، خايف لما يكبروا ما أقدرش أجهزهم ولا أجوزهم. هل الذهب ينفع بديل عن تجهيز العرايس من دلوقتي؟ وهل لو حوشت لهم ذهب هينفعهم في شراء شقق للجواز بعدين؟ يعني أنا أحيي هذا السؤال
ده حرفيا أهم سؤال في الحلقة لأنه بيمس لحمنا الحي. خد القاعدة دي: الذهب هو آلة الزمن الوحيدة لحفظ الفلوس، سواء تكلفة جواز أو جهاز بنت أو شراء شقة أو تشتري عربية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو تكلفة جواز البنت النهاردة من الأجهزة والفرش تعادل ثمن 100 جرام ذهب، فبعد 15 سنة نفس ال 100 جرام ذهب دول هم اللي يقدروا يجوزوها برضه. مهما العملة وقعت ومهما الأسعار غليت، الذهب هيحفظ لك القيمة الشرائية للتجهيز. نصيحتي ليك كأب: بدل ما تشيل هم الغيب، ابدأ بخطة من دلوقتي. جرام كل شهر أو سبيكة كل ما ربنا يكرمك وتجمع مبلغ، ارمي في الحصالة أو الخزنة بتاعتك وانسى السبايك دي خالص. والذهب ده مش استثمار ليك، ده درع حماية لمستقبلك ومستقبل عيالك. ولما يكبروا الذهب ده هيكون هو تمن الشقة أو جهاز البنت أو أيا كان الهدف بتاعك. انت هنا مش بتشتري معدن غالي، انت بتشتري ستر لعيالك قدام. في النهاية يا صديقي، لو الحلقة دي فرقت في وعيك المالي، ما تنساش ان انت تشاركها مع حد بتحبه وخايف عليه. ما تنساش تشوف كل الحلقات اللي فاتتك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.